السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أولادي وبناتي طلاب الدبلومات الفنية، طلبة الثانوي الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي. النهاردة هنراجع مادة اللغة العربية، وإن شاء الله هقول لكم على أفكار وتكات وحاجات وملاحظات هتقفلوا بيها إن شاء الله العربي. اللغة العربية من 50 درجة، فنحرص على إننا نهتم بيه، نراجع كويس قبل الامتحان، وفي الامتحان نركز وإن شاء الله تكونوا من المتفوقين. نبدأ نشوف ورقة اللغة العربية. بتبدأ بالسؤال رقم 1 وهو التعبير، والنهاردة أنا هركز على التعبير لأنه هو فعلا بنعتبره هدية بنقدمها للطالب. أنت في التعبير مش مرتبط بمنهج معين، أنت بتتكلم تبع ثقافتك وتبع الأفكار اللي تيجي معاك. التعبير بيتكون من ألف وب. ألف هو التعبير الوظيفي، بيكون عبارة عن برقية أو لافتة أو إعلان. السؤال ب بيكون موضوعين تعبير، اللي هو اسمه بقول عليه التعبير الإبداعي، بيجيب لك موضوعين وانت اختار واحد فيهم. نتكلم الأول على التعبير الوظيفي. لو قلنا إعلان، الإعلان مثلا جاي لي اكتب إعلان عن رحلة لمدينة القاهرة. طيب أنا في الإعلان عايز أتكلم عن إيه؟ الأول هقول الرحلة لفين؟ للقاهرة. الميعاد بتاعها نحدد يوم، وقيمة الاشتراك اللي أنا هدفعه. طب لو أنا عايزة أشترك هروح لمين؟ المعلم اللي أنا هروح له. 4 حاجات باخد بالي منها قوي. ولادي الأبطال اللي مكملين معايا لحد دلوقتي، ما تنسوش اللايك للفيديو واشتراك في القناة وشير الفيديو عشان كل أصحابك يستفيدوا. صدقني لما تحب للناس الخير ربنا يكرمك ويوفقك، ونكمل مع بعض. يلا بينا نكتب مع بعض الإعلان. تعلن المدرسة، وما تكتبش اسم مدرستك. تعلن المدرسة عن قيام رحلة لمدينة القاهرة لزيارة معالمها، وذلك يوم، واختار يوم بقى الحد الموافق 22/5 22/6، شوف التاريخ اللي انت عايزه. وقيمة الاشتراك 200 جنيه مثلا. فعلى من يرغب بالاشتراك أن يتوجه للأخصائي الاجتماعي، أو مثلا انت عايز تكتب حاجة تانية قول فليتوجه للمعلم المختص. بس انت كده كتبت الإعلان. تاني حاجة في التعبير الوظيفي هي اللافتة. اللافتة دي اليافطة الصغيرة اللي بنشوفها واحنا ماشيين في طرقات المدرسة. يقول لك حافظ على المدرسة، حافظ على نظافة المدرسة. في المكتبة يقول لك مثلا حافظ على الكتاب، الكتاب خير صديق. بتبقى جمل إرشادية بسيطة. فقال لك مثلا اكتب لافتة تشجع أصدقائك على القراءة. فأكتب أقول إيه؟ القراءة غذاء العقل. اكتب لافتة عن أهمية النظافة. هقول النظافة من الإيمان. حافظ على نظافة مدرستك. بختار كلمات بسيطة أنا عارف أكتبها إملائيا، مش صعب عليا عشان ما أغلطش وأطير درجات. وأكتب جملة من المأثورات. قال لك مثلا اكتب لافتة عن أهمية العلم. اكتب العلم نور بس وخدت الدرجة. يبقى احنا في اللافتة بعمل مستطيل واكتب جواه الجملة المطلوبة. ثالث حاجة في التعبير الوظيفي هي البرقية. البرقية زي الإيميل اللي احنا بنبعته دلوقتي. واحد نجح فعايزة أقول له مبروك، واحد عنده وفاة فهعزيه، واحد مثلا صديقي أنا هسافر له أقول له أوصل يوم كذا. بتبقى رسالة محددة عاوزة أوصلها. تبدأ البرقية إن أنا أكتب فوق اسم المرسل إليه، وبعدين عنوان المرسل إليه. يبقى على اليمين بكتب اسم المرسل إليه وعنوان المرسل إليه. أجي في النص بكتب كلام مختصر. واحد اتجوز ألف مبروك، زواج سعيد. واحد نجح بالتوفيق دائما، أطيب الأمنيات بالنجاح الدائم. حد عنده حالة وفاة، البقاء لله وحده. بختار كلمات بسيطة معبرة ما تزيدش عن السطر. خلصت البرقية، أجي على الشمال بكتب تحت زي الإمضة بتاعتي كده اسم المرسل وعنوان المرسل. خلاص كده. يبقى في الأول أنا بعت لمين وعنوانه إيه، وبعد كده البرقية اللي أنا بعتها له الكلام اللي أنا عاوزه بالمختصر، وتحت على الشمال من المرسل وعنوان المرسل. كده يبقى احنا كتبنا التعبير الوظيفي. ندخل على التعبير الإبداعي. التعبير الإبداعي بيجيب موضوعين زي ما قلنا، واحنا نختار واحد منهم. أهم حاجة ابدأ حط أفكار قبل ما تكتب. أفكار دي هتساعدك.
وبعد كده كل فكرة ابدأ اكتب عليها عدة سطور. طب هجيب الأفكار منين؟ الأول هقول أهمية الحاجة اللي هو طالب أتكلم عنها. بيقول لي على القراءة، يبقى أهمية القراءة. بيتكلم عن نهر النيل، يبقى أهمية نهر النيل. بيتكلم عن الصلاة، أهمية الصلاة. أهمية العمل المهني، أهمية التعليم. يبقى أي حاجة هتكلم عنها أهميتها الأول. تاني حاجة، واجب عليا أنا كفرد أعمل إيه. تالت نقطة، واجب الدولة تعمل إيه في الموضوع ده لو لها دور. آخر حاجة بكتب رأي الدين. الدين شجعني على الحاجة دي، أو لو صفة وحشة مثلا الدين نفرني وقال لي إنها وحشة وابعد عنها. لو مثلا بيتكلم عن الكذب وإزاي إن هو سيء بشوف رأي الدين في الآخر. ولو أنت كده شاطر وحافظ مثلا بيت شعر أو آية أو حديث، اختم بيه وإن شاء الله يبقى ختمها مسك. طب أنا دلوقتي وأنا بكتب الموضوع كتبت نص صفحة بالعافية ومش عارف أكمل، أعمل إيه؟ هقول لكم دلوقتي على حاجة محدش تاني هيقول لكم عليها. انت كتبت نص صفحة، طب ايه رأيك الكلام اللي كتبته اكتبه بصيغة تانية بطريقة تانية وكمل الصفحة. كده المصحح هيبص في الأول يلاقي كلام محترم وكويس وتمام، هيديك الدرجة كلها. اخد بالي بعد ما اكتب الموضوع ادقق كويس، يكون الكلمات مكتوبة إملائيا صح، احسن خطي. يا سلام بقى لو مثلا انت كاتب سؤال وقدامه علامة استفهام. لو جمل خلصت الجملة وعملت نقطة، عملت آية قرآنية وعلامتين تنصيص. ناخد بالنا من الحاجات دي، مهمة قوي. كده يبقى انت كتبت موضوع التعبير. ولو في قصة، ما اكتب قصة إنسان معاق رغم إعاقته أكمل تعليمه ووصل إلى أعلى المناصب. افتكر بقى يا عم طه حسين، اكتب قصته، بس ما تقولش طه حسين بقى، اكتب قصته ان هو كان كفيف واتعلم وحفظ القرآن وساف. اكتب. اظن احنا بنشوف افلام كتير ومسلسلات، نفتكر كده الحاجات اللي احنا بنشوفها ونكتبها في موضوع التعبير. الموضوع مش هيكون صعب خالص، جميل وسهل، وان شاء الله تاخدوا الدرجات النهائية في التعبير. سعيدة بكم جدا، وان شاء الله نلتقي في مراجعة القواعد النحوية. كل الامنيات بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.